المنتخب المغربي للفوتسال يستعد لمواجهة طاجيكستان بتشكيلة مخضرمة ومزيج ديال الخبرة والتجديد. السلام عليكم. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة كيتحضر اليوم للمواجهة الأولى ديالو في كأس العالم للفوتسال ضد منتخب طاجيكستان. هذا اللقاء المرتقب جنب بعد آخر حصة تدريبية دارتها العناصر الوطنية البارح لحد نفس توقيت الماتش باش يديروا اللمسات الأخيرة ويحضروا مزيان لمواجهة اللي غتكون مليئة بالتحديات. اللي كيزيد من قيمة هذه الاستعدادات هو التشكيلة المخضرمة اللي كيعتمد عليها المدرب الوطني هشام دقيق. التشكيلة كتعطي القوة للفريق وكتخليه خصم صعيب، حيث الفريق فيه لاعبين عندهم وزن وتجربة كبيرة، حيث سبق لهم لعبوا في مونديال ليتوانيا 2021 واكتسبوا خبرات كبيرة. من جهة أخرى كاين نفس جديد ديال اللاعبين الشباب اللي غيلعبوا أول مونديال ديالهم، وهذا الشيء كيعزز روح التحدي والطموح. المنتخب المغربي غيدخل هذا الماتش بتشكيلة اللي كتجمع ما بين الخبرة والشباب، بحيث كاينين 9 ديال اللاعبين سبق لهم لعبوا في كاس العالم الاخيره في ليتوانيا، وهذا كيعطيهم واحد الافضليه في التعامل مع الضغط ديال الماتشات الكبيره. هاد اللاعبين هما عبد الكريم عنيبه، محمد شريدو، انس العيان، سفيان بوريط، اسماعيل امزه، عثمان بومزو، سفيان المسرار، ادريس رايس الفني، وخالد بوزيد. في المقابل غيدعم الفريق 5 لاعبين اللي غيكونوا لاول مره في كاس العالم وكيعطيو الامل والطموح باش المنتخب يحقق انجازات جديده. هاد اللاعبين هما يوسف بن سالم، انس دحاني، عثمان الإدريسي، سفيان الشعراوي، ومحمد كمال. هذا المزج بين الخبرة والتجديد هو الورقة الرابحة اللي كيعول عليها هشام دكيك، حيت اللاعبين اللي عندهم تجربة كبيرة عارفين مزيان رهانات هذه البطولة، بينما اللاعبين الجدد غيجيبوا حماس وطاقة جديدة تقدر تقلب الماتش. المنتخب كيراهن باش يخرج بنتيجة إيجابية في أول مباراة ديالو في هذه البطولة، ومع التوجيهات التكتيكية اللي دارها دكيك في الحصة التدريبية الأخيرة